ازيكم يا أصحابنا عاملين إيه؟ يلا اللهم نصلي صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا نقول لأصحابنا إيه؟ خدوا حسنات وادونا انتوا برضه حسنات، اذكروا ربنا وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا عملنا الكيكة دقيق الشامي. عارفين كيكة الدقيق الشامي يا لوحة أصحابنا؟ فنية. بتاعت أصحابنا، بتاعت أمهاتنا ولا إيه؟ بتاعت أمهاتنا كده اللي كانوا بيعملوها كده، تبقى تملى البيت خير كده وتبقى ريحتها جميلة. أنا عن نفسي بحبها جدا. انتي بتحبيها برضو يا حبيبة؟ مين زينا بيحبها؟ كيكة الدقيق الشامي دي جميلة جميلة خالص والله. بصوا بسم الله ندوق. ما شاء الله عليها، بصي جميلة أهو. أصلا، أهو بصي يا مش أصحابي. عايزة أبوظها. أهي أهي بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بصي يلا أصلا اعملوها زينا في طرية البيت. جدا. جميلة. أنا عملتها بأربع بيضات بلدي. لو عندك بيض عادي اعملها بثلاث بيضات كفاية عادي، هتكفي. ومعاها كوباية لبن وكوباية سكر. لو حباها محلية زينا حطي لها كوباية ونص سكر، المكونات موجودة في سهلة البيت. أهو. ونص كوباية زيت. وايه تاني؟ اللهم صل على النبي. ومعلقة خل عشان تخلي العجينة كده او الخليط السائل ده يبقى هش كده وطري، وظرف فانيليا. والدقيق بقى، المكونات الجافة، كوبايتين دقيق شامي عليهم كوباية دقيق أبيض عادي، وظرف بيكنج باودر. واخلطيهم كلهم بقى ببعض بعد ما تكوني ضربت المكونات السائلة. رأيك يا حبيبة فيها؟ قولي لأصحابك طعمها ايه؟ طعمها حلو ما شاء الله. أنا برضو عمالة أكل فيها. ما شاء الله طعمها حلو بسم الله ما شاء الله. أنا عن نفسي بحب كيكة الدقيق الشامي من غير أي حاجة. أنا هي بصوا تقيلة في طعمها لأنها ولا برتقال ولا مش عارفة بتوكم. ايه، سهلة. مم. انتوا تعملوها في نص ساعة بس. وأقل والله. في ناس بتحب تعملها بعصير البرتقال، بتستغنى عن اللبن بعصير برتقال، بس أنا ما كانش عندي برتقال، كان عندي لبن، فرحت عملتها باللبن. بس هي ما شاء الله جميلة وحلوة. انا حاسة ان انا باكل سفنجة. ربنا يكبر بخاطرك. تعالوا اتفضلوا معانا يا أصحابنا، خلوا بقى ماما تعملها لكم في البيت. هي جميلة ومكوناتها موجودة، مش لازم تحطوا 4 بيضات ولا 5 بيضات ولا الحاجات دي. اللي عندك بيضتين ماشي الحمد لله فضل ونعمة، عندك 3 بيضات ماشي، واللبن ونص ان شاء كوباية الله زيت والسكر. هتنفش معاكم من البطن. حابة تقول لكم إن شاء الله هتنفش معاكم بالبطيخ. اتفضلوا معانا يا أصحابنا. ربنا ينصر إخواننا يا رب في فلسطين، وينصرهم في سوريا وفي كل بلاد المستضعفين، ويطعمهم يا رب اللهم امين من جوع ويأمنهم من خوف. يلا نشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان يا رب. السلام عليكم.